مشروع التعليم هو مشروع قومي لمصر، لا رجعه ان احنا هنطور، لا رجعه ان احنا نقدم طبعًا. افضل طبعًا. نماذج طبعا، ان احنا نقدم باحثين وعلماء. احنا عايزين باحثين وعلماء. ممكن طالب في ثانيه ثانوي يديني فكره تطلع مصر 10 خطوات قدام. مع حضرتك جدا. اذا معنى الكلام ده ان احنا كمدارس مفتوحه، كولي امر من حقك انك تروح، مش فاهم، من حقك روح المدرسه مفتوحه. الخريجين بتوع مصر خريجين عدد كبير جدا. الخريجين دول سوق العمل الداخلي عندنا مش محتاجهم، سوق العمل الخارجي مش محتاجهم. طب هو مش محتاجهم ليه؟ لان هم غير مؤهلين، ولا سوق العمل طالب ناس تانية؟ اذا قرر السيد الرئيس بتوجيهات للسيد معالي الوزير ان احنا ما ينفعش طالب يقعد 17 سنه يدرس وبعد ما يخلص الدراسه وياخد شهاده خريج يبدا ياخد كورسات تانية علشان يبقى مؤهل لسوق العمل المحلي وسوق العمل الخارجي. يعني ال 17 سنه دول ضاعوا من عمر مصر، ضاعوا من عمر الخريج. لا، ده احنا عايزين الطالب ما يبقاش عنده 22 سنه ويبدا البحث والابتكار. احنا عايزين الطالب وهو في سنه رابعه ابتدائي يبقى مبتكر. يبقى مبتكر. نرجع الطالب للمدرسه. يعني الهدف الاساسي عندنا ان احنا نرجع الطالب الى المدرسه، ده الهدف الاساسي بتاع الوزاره السنه دي.